أزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية صلى الله عليه وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأكمل عليه غاية الإكمال صلى الله عليه صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به ينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صوت المجد بقربه صلى الله عليه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بدور أسرار التخصيص البشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذ القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بين التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة. وهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرب بموطن استقراره وموضع خروجه. وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأدخرت من سر هذا النور ما أدخرت وخصصت به من خصصت. فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر ونورا حير الأفكار دوره وبهر فتعلقت همة الراكم لهذه الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لدي من عجائب ذلك النور معروف. وإن كانت العرش لا تفي بوشر من شرع وصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه. وإلا فأنا تعرب الأكلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزني إلى تدوين ما خفت من أشرف المخلوقين وما أكرم به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه. في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين صلى الله عليه ولا يتشوق إلى السامع وصافي العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلني في شفاعة هذا النبي الشافي ويوحي روحي ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى وصحبه برسول الله
والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدوي ربي إني قد مددت يدي منك أرجو فيض المدد ربي إني قد مددت يدي منك أرجو فيض المدد فأغثني أنت معتمدي فأغثني أنت معتمدي برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدوي قمت بالآتاب معترفا لعظيم الذنب مقترفا قمت بالآتاب معترفا لعظيم الذنب مقترفا من بحار الفضل معترفا من بحار الفضل معترفا برسول الله والبدوي
من الأخيار. الله الله الأقدار. ربي فاجعلنا من الأخيار. الله 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 ولا بلوى بجاه المصطفى المختار. ربي فاجعلنا من الأخيار. موادنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما وقد آن للقلم يخط ما حركته فيه الأنامل بما استفاد الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل والشمائل التي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزل في ذلك كلا الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله والنور المودع في هذه السورة صلى الله عليه. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم صلى الله عليه. وقد أخرج عبد الرزاق بالسند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر
إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره صلى الله عليه. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. صلى الله عليه. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرف مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلت يد العلم القديم إلى من خصصت بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأملت في المغاوي في آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها صلى الله عليه. فضمت أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الذرة وصونها فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا صلى الله ولا عليه. تشكو من ولما ولا عللا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروز إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر في آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من يا فوز من صلى عليه صلى عليه وسلم. صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من يا فوز من صلى عليه صلى عليه وسلم. جد سليمان بالوصال لتكرما فصار السرور فصار السرور إلى الفؤاد إلى الفؤاد وخيما. صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من يا فوز من صلى عليه صلى عليه وسلم. يا حسن ما جدد به
وسلم في جنة ما شقاني من وصفها إلا لكون الحب فيها خياما صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم شوقي إلى دار الحبيب محمد شوق تمام كان في العشاء وتكتما شوق تمام كان في الحشاء وتكتما صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم لا إله إلا الله الله يا مولانا لا إله إلا الله الله غفار الذنوب لا إله إلا الله الله يا مولانا لا إله إلا الله غفار الذنوب يا رسول الله يا من حبهم يشفي سقام يا رسول الله يا من حبهم يشفي سقام أنت والله شفيعا للورى يوم الزهاد لا إله إلا الله يا مولانا لا إله إلا الله غفار الذنوب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه ومتعلقا بهذه الدرة المكنونة والجوهرة المنسونة والكون كله يصبح ويمشي في سرور وابتهاج صلى الله عليه بقرب دور إشراك هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروز متشوقة إلى التقاط جواهر كنوز صلى الله عليه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتى في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام
ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بإثر الفرح بملاقاة أشرف البريات بروز من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور صلى الله عليه فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه فحين قرب صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطائب وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب مرحبا يا مرحبا 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 يا مرحبا مرحبا بك يا خير الحبايب بك يا خير الحبايب أقبل السعد علينا والهنا من كل جانب فلنا البشرى بسعد جاءنا من خير وهيب مرحبا يا مرحبا 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 يا مرحبا مرحبا بك يا خير الحبايب بك يا خير الحبايب جمالا قد تجلى بالمشارق والمغارب مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبائب مرحبا يا مرحبا 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 يا مرحبا مرحبا بك يا خير الحبايب بك يا خير الحبايب يا شريف الأصل لودنا بك في كل النوائب يا رسول الله أنت ملجأ كل عسير
صين ولؤين بدخيل مجد بن غالب مرحبا مرحبا أهلا وسهلا الله مرحبا مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبايب مرحبا مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبايب الله مرحبا مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبايب مرحبا مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبايب وله الشكر على ما قد أبانا من مواهب يا كريما يا رحيما جد وعجل بالمطالب مرحبا أهلا وسهلا مرحبا بك يا خير الحبايب مرحبا 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 أهلا وسهلا مرحبا بك يا خير الحبايب مرحبا مرحبا من توجه نحو بابي مرحبا فرجع من ذاك خائف مرحبا واغفر ذنب عبد قد أتانا وكتائب مرحبا أهلا وسهلا مرحبا بك يا خير الحبايب مرحبا 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 أهلا وسهلا مرحبا بك يا خير الحبايب مرحبا مرحبا بارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه
فحين قرب عوان وضع هذا الحبيب على ذي السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وامطار الجود الإلهي على أهل الودود تفيد والسنة الملائكة بالتباشير للعالمين تعيد سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر شبكنا هذا المستور ليبرز نور كاملا في عالم الدهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدودة حضرا بتوفيق السيدة مريم والسيدة آسيا ومومى من الحور العين من قاسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فات الوقت الذي رتب الله على هدوره وجود هذا المولود فانفلق مصر الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود هدينا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه اللهم صل على محمد ومولانا محمد حضرك Rasulullah bekerong ke Rasulullah. Bismillah. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فطربوا يا أهل المثاني فهزاروا اليوم غرت واستضيئوا بجمال فقى في الحسن تفرد صلى الله عليه عليك عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد صلى الله عليه سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب
حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد صلى الله عليه صلى الله عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول الله يا أهلا بك إنا بك نسعد وبجاهه يا إلهي جد وبلغ كل ما قصاد يا الله يا رب آمين عليك يا رسول سلام عليك عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك واهدنا نهجا سبيلي كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهه في جوار خير ربك يا حبيب يا الله يا رب عليك عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وصلاة اللهم صل على محمد. تغشى شرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله علينا ثنيات الوداع وجب الشكر علينا علينا دعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا واكرم الأرواح منا وكريم
مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء مؤميا بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجده وسما. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوع السرة تولا ذلك لشرفه عند الله أيدي القدرة. ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك صلى الله عليه. قالت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض كسور الروم. قالت ثم ألبسته وأضجعته فلم أنشب أن غشيتني ظلمة ورعب وكشاريرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب. وأسفر ذلك عني ثم عاودني الرعب والظلمة والكشاررة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه وأن عين عنايته في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العسوب وتلين بها الصعوب وعلى آله ومن إليه منصوب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah kepada kita kesehatan dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ramadan rahmah. Jadi ketika masuk bulan Ramadan itu rahmatnya Allah betul-betul turun. Mim maghfirah, pengampunannya Allah Subhanahu wa taala betul-betul banyak. Awaluhu rahmah,
1 sampai 10 bulan Ramadan rahmat, awsatuhu maghfirah, 11 sampai 20 maghfirah, ampunannya Allah Subhanahu, akhiruhu idkum minan nar, dan akhir dari bulan Ramadan adalah pembebasan daripada api neraka. Ramadan ra-nya rahmah, mimnya maghfirah, pengampunannya Allah Subhanahu wa taala. Dhad dhamanun fil jannah, ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Pokoknya poso mun tak puasa tak masuk surga. Pokoknya poso. Alif amanun minan nar, aman daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nur, nun adalah nurun minallah, cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sumya Ramadan li'anna yarmidud dunub, dinamakan Ramadan karena Ramadan itu membakar dosa. Sumtu tasbih, sumtuhu tasbih, diamnya dihitung tasbih. Sumtu shaim tasbih. Naumuhu ibadah, tidurnya ibadah. Ya ojo turu tok. Ya percuma nggih. Doa'uhu mustajabun, doanya diijabah oleh Allah SWT. Wa amaluhu mudha'afun, dan amalnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya heran, biyen niku lak kate poso iku mambune krasa. Kate poso ya, kate poso seneng lah kate poso. Di TV ku ana apa ekstra apa sponsor Marjan ya. Saiki gak sponsori kok rokok saiki tambah sponsori Marjan. Jadi kalau dulu itu kalau kate poso kok seneng. Apa saking aku iki wis tuwek kaken pikiran. Kan garo lak biyen kan gak mikir sampean. Pokoke riyo kelambi api oleh sangu lak biyen kan ngono. Lah saya kira gede tuwek kabeh, malah mikiri goleki sangu gawe wong-wong iki gak arek. Mangke kula mikir apa saking zaman niki wis akhir kok sampai baunya Ramadan ndak terasa. Kalau dulu kan terasa, kate poso iku koyo kate poso iki kate poso. Apa zaman ini sudah akhir, apa kula iki kakek pikiran gak ero. Apa zaman ini sing salah, apa kula sing kakek pikiran gak ero. Tapi para aulia itu kebanyakan mempersiapkannya dari Rejab, Sya'ban, Ramadan. Keluar dari Ramadan mereka mencari isyarah. Hat, apa kamu dari setelah Ramadan apa? Alhamdulillah, saya selama ibadah ini ketika bulan Ramadan saya mimpi Rasulullah. Itu orang dulu. Hat, apa kamu isyarah? Bisyarah dari apa? Alhamdulillah, setelah saya Ramadan ini saya menghatam Al-Quran. Itu orang dulu. Hat, saya ginda. Ayo apa isyarah? Alhamdulillah minyak wangi ku laris. Gara-gara poso iki minyak wangi ku laris. Saya ginda. Lah biyen ndak hat apa? Isyarahnya apa? Bisyarahnya apa? Dapat kabar apa setelah Ramadan? Para aulia-aulia dulu ya qadhah sama Nabi, ru'ya sama Nabi, mimpi dengan manaman, mimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak tahu kalau sekarang ya. Karo saiki. Apa isyarah? Alhamdulillah takwai laris. Ya. Alhamdulillah minyake lah laris. Lah sampean takon kali kula, aku lebih enak milih riyo rada akhir. Soalnya tambah akhir minyak wangiku di warung dawa tambah laris. Gak lungguh ya. Biasanya kan sampean bingung malam 29 atau 30. Lah sing anu tambah milih ya Allah 29 ya Allah. Lah 30 kesuwen. 29 Syawal wis ndang riyo ndang buyar. Lah kula mboten. Ya Allah masih 3 wulan gak apa-apa ya Allah. Tambah Ramadan tambah laris minyakku ya. Iki masalah dunia, apalagi amaluhu mudha'afun, amal ibadahnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir minta maaf mungkin dalam setahun ini ada salah sama antum, lebih-lebih sama Kiai Muhib. Kadang-kadang tak tahu norok nggih. Norok-norok kari ceramah kan nggih ya. Tak pati istiqomah kula, mangkane ndak dadi wali, Pak. Lah wong biyen istiqomah. Minta maaf kepada beliau, kadang saulan gak ngetok. Ya sing ngilingno Megawati. Sing ngilingno Megawati kula. Gak ning Gus Muhib ta. Sing ngilingno Megawati. Tapi minta maaf saya
Mungkin kepada antum semua ada salah-salah kata kepada panjenengan semua dalam setahun, saya minta maaf ya. Ketika kita masuk bulan Ramadan, kalau bisa hati kita 00. Kalau saya minta ada salah, saya minta maaf. Kalau panjenengan punya salah sama saya maafkan. Jadi walaupun riyo, walaupun salaman, tetap hati ini harus 00 ojo saking mek salaman tok beb, lah hati si ono iki beb. Mangkel si ono saking salaman tok iki. Nah, kalau bisa hatinya 00 ya. Terakhir ada satu cerita. Ada satu sahabat dulu ketika Kanjeng Nabi duduk majelis, ada satu, kemudian Rasulullah mengatakan, yang masuk min ahlil jannah, bakal yang masuk ini min ahlil jannah. Ada satu sahabat bukan terkenal, sahabat ini bukan orang biasa, sahabat ini tidak terkenal, bukan Sayyidina Abu Bakar, bukan, yang masuk min ahlil jannah. Ternyata yang datang bukan orang sahabat yang terkenal, sahabat yang biasa. Akhirnya Sayyidina Ali bingung, apa amalannya fulan ini kok bisa dicap oleh Rasulullah min ahlil jannah. Kanjeng Nabi sing ngecap, kok bisa min ahlil jannah, kok bisa. Akhirnya didatangi sama Sayyidina Ali, nginep, Sayyidina Ali nginep 3 hari di rumahnya fulan ini, kepingin tahu amalannya apa orang ini. Mon tamu ria telo are, mon lebih dari telo are ria benih tamu, numpang rianya mana. Dilihat sama Sayyidina Ali, ibadahnya biasa, zikirnya biasa, wiridnya 1 hari pertama, 2 hari pertama, 3 hari. Akhirnya capek Sayyidina Ali ngomong, fulan, kamu punya amalan apa? Ketika kita duduk di majelis bersama Rasulullah, kamu, Nabi mengatakan, anta orang ini yang masuk min al jannah, kamu punya amalan apa? Maka katanya orang ini, wahai Sayyidina Ali, saya punya amalan, setiap saya mau tidur, saya maafkan semua orang yang punya salah sama saya. Setiap mau tidur, saya maafkan semua orang yang punya salah sama saya. Tapi ini susah ya. Dengar-dengar tema teh bene beri wasiat sing bener bi anaan, tapi beri wasiat sing juga. Saya ngak conggi koleh gi petong tahun di tukaran bi tetangga. Jok sampai mon kalau mateh nyambung, jok sampai area berarti wasiat sing coba. Nah, jadi kalau bisa setiap kita mau tidur, maafkan semua kaum muslimin dan muslimat. Sebelum puasa jangan ada hati kepada mereka, maafkan mereka. Jadi kalau saya punya salah, saya minta maaf kepada panjenengan semua ya. Insyaallah majelis ini menjadi majelis yang manfaat. Insyaallah majelis ini menjadi majelis yang barakah. Insyaallah majelis ini menjadi majelis yang jariahnya kepada Mbak Abdullah, kepada Mbak Abu Hajir, kepada Yai Masyhud, kepada Yai Khalil, semua kepada kaum muslimin semua insyaallah ya. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Rabbana fa'na barakatihim wa ahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa amitna fi tariqatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatni fitani. Hada minni wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أدم الصلاة على الحبيب محمد فقبولها حتما بغير تردد أمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على الحبيب محمد قل يا عديم عنت العديم قد همنا هم العظيم وكل شيء همنا هنا باسمك يا عظيم
قديم قديم في العزل أنت اللطيف لطيف ولم تزال أنت القديم قديم في العزل أنت اللطيف لطيف ولم تزال عنا عزيل ما قد نزل من فدح الخاد بالشديد قل يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم العظيم وكل شيء همنا يا منيب بك يا دعوني أناجي حبيبي ولا تعذلوني فعدلي حرام ولا تعذلوني فعدلي حرام أنادي حبيبي ولا تعذلوني فعدلي حرام ولا تعذلوني فعدلي حرام تعلم بكايا ونوح يا حمامة تعلم بكايا ونوح يا حمامة سكنت بخمر الهوى والغرام سكرت بخمر الهوى والغرام دعوني أنادي حبيبي ولا تعذلوني فعدلي حرام ولا تعذلوني فعدلي حرام لموني بحبك رموني لموني بحبك رموني قر عيوني عليك السلام قر عيوني عليك السلام دعوني أنادي حبيبي ولا تعذلوني فعدلي حرام ولا تعذلوني فعدلي حرام مولود بمكة قد أتى يا خير مولود بمكة قد أتى دلت لهيبته جميع خصومه دلت لهيبته جميع خصومه يا خير مولود يا نبينا 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 يا نبينا خير مولود بمكة قد أتى يا خير مولود
خير مولود يا نبينا قدر كل العوالم جهرة والكون أسبح مشرقا بقدومه طاعت به كل العوالم جهرة والكون أصبح مشرقا بقدومه خير مولود يا نبينا يا 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 نبينا يا خير مولود بمكة قد أتى يا خير مولود بمكة قد أتى ذلت لهيبته جميع خصومه ذلت لهيبته جميع خصومه يا خير مولود يا خير مولود يا خير مولود يا خير مولود يا نبينا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ولما نظم الفكر من درار الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يجعل سعي في مشهورا وفعلي فيه محمودا ويكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات نتوجه إليه بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع إيمانتك وحافظ سر حامل راية دعواتك الشاملة الأبي الأكبر المحبول المخصص بشرف الأبخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم امدادك في عبادك وساكك سر شادك لآله سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وحضر بمن أحبابه اللهم إنا نقدم لك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعينه وأن تحفظنا في مطر تقلباتنا بجميل رعايتك وحصينه وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين والحقيقة وقي من المؤدين ولعهدك من اللهم إنا لم نعلم في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان وسائلا والمؤمل بما وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره
ووالاه وظهره وعم ببركاته وشريف جاده أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين في جميع الجهاد ودم راية الدين القوي في جميع قطار منشورة ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا واكشف اللهم كربة المكروبين وقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وإذن بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحصن الحصين وفي الحرز المكين من الذنوب وادمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين وختم لنا منك بخير آمين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله ومن والاه وصحبه من إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بفضله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.